مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلها بالعناوين. افتتاح أسبوع الاستقلال في مدارس الإقليم الأوسط. خدمات مشهودة للسدود والحفائر المشيدة في الإقليم الأوسط. ارتياح للخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر. مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية. السويد وفنلندا تقرران رسميا طلب الانضمام لحلف الناتو رغم تحذيرات بوتين. إطلاق نار يوقع 10 قتلى في إطلاق نار بنيويورك. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ رسميا في مدرسة أسمر حفشاوي الثانوية أسبوع الاستقلال في مدارس الإقليم الأوسط اليوم 16 من مايو تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا. ودشن حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلي معرض الصور المعدة من الطلاب مفتتحا الأسبوع المدرسي. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر في الكلمة التي ألقاها إن أسبوع الاستقلال في المدارس مناسبة لعكس تطور التعليم وأرضية للتوارث، وينظم هذه السنة بمشاركة 281 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية حتى 23 من مايو. وأوضح إن الأسبوع المدرسي الذي يحوي مناشط ثقافية ورياضية يشتمل على برامج فنية تعكس التنوع وبرامج ابتكار واختراع وتاريخ وبطولات النضال والتضحيات من أجل الاستقلال. وذكرت مديرية باراديزو السيدة ستوم سعيد إن أسبوع الاستقلال في المدارس جزء مهم من احتفالات الاستقلال وله مساهمة كبيرة في العملية التعليمية وتوريث التاريخ. أفاد قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط بأن 74 سدا و7 حفائر مشيدة في الإقليم تقدم خدمات مشهودة للتنمية المروية وسقي المواشي وتنمية المياه الجوفية وتربية الأسماك. وقال ممثل قسم حماية التربة وحفظ المياه في القسم المهندس أبيل ولدجابر لوكالة الأنباء الإريترية إن السدود المشيدة بالصخور والتربة والإسمنت تسهم كثيرا في التنمية الزراعية. وقال إن الإقليم الأوسط الذي يمتلك تربة خصبة تبلغ سعته 108 آلاف هكتار ويحصل على 400 إلى 600 ملم من المياه في الخريف، ويتم زراعة 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية البالغة حوالي 37 ألف هكتار، مؤكدا أهمية الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وذكر إن أعمال حماية التربة وحفظ المياه التي نفذت في السنوات 31 الماضية حققت نتائج مرضية. قال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزان فسحي إن الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في سنوات الاستقلال 31 خلقت الارتياح للسكان وحسنت حياتهم المعيشية. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال إن الاستثمار والجهد الذي قامت به الحكومة منذ غداة الاستقلال بوضع الاعتبار للأرياف النائية حقق تحسنا في جميع القطاعات وحصول المواطن على الخدمات عن قرب. وحول الخدمات الصحية أفاد بأن الجهود التي جرت لتوسيع الخدمات الصحية التي كانت في مناطق محدودة مكنت من إرساء 46 مؤسسة صحية بينها مستشفى مرجعي. وأشار إلى ارتفاع الوعي المجتمعي بالتعليم وارتفاع المدارس من 28 مدرسة إلى 445 مدرسة والطلاب من حوالي 7000 إلى أكثر من 62 ألف طالب. وذكر بناء وتحديث الطرق المسفلتة من أسمر إلى مصوع ومصوع فرو وقحت إلى شعب وشق الطرق الترابية من مصوع إلى قلبوب ومصوع عصب عدقيح فرو وتركيب أبراج الهاتف النقال لحل إشكالية الاتصالات. وضح السيد رزاني تجمع عدد كبير من القرى لتقديم الخدمات الاجتماعية وتجري المبادرات لتجميع القرى المتبقية. شفي مواطن واحد من مرض كورونا كان يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9000
و745 شفي منهم 9633 وتوفي 103، فيما يتلقى 9 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من مايو 2022. جرت في مديرية قلوج انتخابات إدارات الضواحي، ضواحي تبلدية وقرقف وأم حجر وقاجيرو وسونايت وشقالة وإنجوليت وأكللات وقرست وأدال ومنقولة. كما تم انتخاب لجان القرى في جميع قرى المديرية. ودعا مدير المديرية السيد السيزر ميكائيل السكان للتعاون مع الإداريين المنتخبين لتسهيل أعمالهم. وأكد المدراء المنتخبون على العمل المتفاني لخدمة ناخبيهم. وكانت 5 إدارات ضواحي قد أجرت الانتخابات السنة الماضية. قام أعضاء المكتب المركزي لوزارة الأراضي والمياه والبيئة بنفير لحماية التربة والمياه في منطقة مايدمنت بالإقليم الأوسط. أوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الوزارة السيد عمد ميكائيل أسقدهم أن النفير الذي بدأ قبل شهر هو مواصلة لأنشطة التشجير التي قاموا بها ل5 سنوات في منطقة بادرهو. من جانبه أوضح مستشار التنوع الإحيائي السيد ستيفانوس بين أن المدرجات والحواجز المائية تشيد بطول 4 أمتار وعرض 2 مترين، ويستمر العمل لإعداد حفر للشتول في الأسابيع القادمة. وكذا المشاركون في النفير على أهميته لمكافحة التصحر. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل ال5 ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. وقال بيان للحكومة المالية أن اعتراض بعض الأعضاء على رئاسة مالي يعود إلى ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة تسعى جاهدة إلى عزل باماكو في إشارة إلى فرنسا. وأشار البيان إلى أن حكومة مالي قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل ال5 وهيئاتها، بما في ذلك القوى المشتركة لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة التي اجتاحت بعض دول المنطقة في السنوات الماضية، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم. وتشكلت مجموعة دول الساحل ال5 في العام 2014، فيما أطلقت قوتها العسكرية في العام 2017. أعلنت السويد وفنلندا أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو لينهي البلدان عقودا من عدم الانحياز العسكري. وقال رئيس فنلندا ساولي نينيستو إن بلده سوف يقدم طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، واصفا يوم اتخاذ القرار بأنه يوم تاريخي. كما عبرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن أملها في أن يوافق البرلمان على القرار في الأيام القليلة القادمة. وقال الرئيس نينيستو إنه تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل شهر، مضيفا أن أنقرة عربت عن استعدادها لدعم انضمام فنلندا إلى الحلف، لذلك فهو لا يفهم التقارير التي تتحدث عن احتمال معارضة تركيا لانضمام بلاده إلى الحلف. وقررت فنلندا التخلي عن وضع عدم الانحياز ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انضمام فنلندا إلى الناتو والتخلي عن وضعها المحايد سيكون خطأ. سقط ما لا يقل عن 10 قتلى في متجر في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، معظمهم أمريكيون من أصول إفريقية، في إطلاق نار نفذه شاب أبيض صنفتها السلطات على أنها جريمة عنصرية. وأوقف القاتل أو أوقف على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقد أودع السجن. وكشفت الشرطة والسلطات القضائية المحلية أنه شاب أبيض يبلغ 18 عاما يرتدي زيا من النوع العسكري، وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بث جريمته مباشرة على الإنترنت. وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات إطلاق نار وقتل في أماكن عامة، بينما
تسجل في عدد من المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو زيادة في الجرائم التي تستخدم فيها أسلحة نارية، خصوصا منذ انتشار وباء كوفيد. تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين خسوفا كليا للقمر، وسيكون مشاهدا بشكل كلي في وسط وغرب إفريقيا، الذي يمثل أول بدر عملاق في العام 2022. ووفقا لوكالة ناسا فإن القمر سيتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر لهذا العام، في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد. وخسوف القمر الكلي لهذا العام سيكون طويلا، إذ ستستغرق كافة مراحل الخسوف أكثر من 5 ساعات، ويحدث خسوف القمر عندما يسقط القمر والأرض والشمس في مستوى واحد مع مرور القمر عبر ظل الأرض، وفقا لوكالة ناسا. وقالت ناسا إنه عندما يمر القمر عبر أحلك جزء من ظل الأرض فإنه يعرف باسم الخسوف الكلي للقمر. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء، أعود فأذكر بعناوينها. يوم أسبوع الاستقلال في مدارس الإقليم الأوسط. خدمات مشهودة للسود والحفائر المشهدة في الإقليم الأوسط. ارتياح للخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر. مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية. السويد وفنلندا تقرران رسميا طلب الانضمام لحلف الناتو رغم تحذيرات بوتين. وإطلاق نار يوقع 10 قتلى في إطلاق نار في نيويورك. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.